ما اعتقدش ان في حد بيقدر يقاوم الكيك دي وهي بتدوب كده. تعالوا النهاردة نعمل أحلى تشوكلت كيك. عملنا المرة اللي فاتت ماتيلدا كيك بالزبدة، بس النهاردة هنعمل التشوكلت كيك بالزيت. وأكيد لو حابين تقدروا تعملوها بالزبدة. هسيبلكوا المكونات بالجرامات والأكواب المعيارية تحت الفيديو. وأهم حاجة تنخلوا الدقيق والكاكاو عشان يكون في بينهم فراغات والكيك يطلع طري وهش. وبحب أحشيها بالكريمة عشان يكون في أطعم كتير ونكهات حلوة قوي. وبما ان الصوص المرة دي هيبقى سايح قوي وبيدوب كده، فحبيت اضيف مكسرات عشان تديلها شوية طعم كرانشي. ومحتاجين المرة دي تكون الكيك باردة، فعشان كده قسمتها وبعدين دخلتها التلاجة نص ساعة وطلعتها بقى عشان اكمل عليها شغل. وعارفة اللي هقوله ده غريب، بس بعد ما بردنا الكيك هنسخن الصوص عشان يسيح كل حاجة بقى. واعتقد المرة دي ان التزيين مفيش اسهل من كده، بس هنحط الصوص وهو هيتزين لوحده. بس زي ما عودتكم لازم ازين لكم الطبق. مفيش اسهل من التزيين ده، جربوه هيطلع حلو، انا واثقه في ابداعاتكم. واوعدكم ان دي هتبقى احلى تشوكلت كيك جربتوها في حياتكم. ما تنسوش لما تجربوها تقولولي رأيكم، واكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوني في رمضان عشان هعمل لكم سلسلة حلوة قوي.